ايه المقصود بمقامك في السماوات؟ مقامك في السماوات هو اللي هو ده كتاب الإشارات السبع طبعا. ايوه. مم. مقامك في السماوات احنا قلنا ان السماوات هما 7 درجات، 7 درجات طباقة، يعني 7 مقامات. لأن الإنسان هو بيمر ب14 مقام، في 14 مقام، دي مقامات النفس. 14 مقام في 7 سماوات وفي 7 أراضين، صح. تنزل الأمر بينهن، بين مهم. ال7 سماوات وال7 أراضين. ال14 مقام دول أنا اتكلمت عن ال7 اللي فوق، يعني لسه هنتكلم بإذن الله بعد كده يعني على في الكتاب ال7، الجديد مش اللي الجديد ده، بعد كده اللي يعني. بعديه. اه اوكي. عن ال7 اللي تحت، اللي في الأرض. فمقامك في السماوات هو مقام الارتقاء بتاع الإنسان اللي بيرتقي بيه في السماوات. كل سما بقى فيها مقام نبي، لأن الأنبياء مقامات برضو، ايوه دي حقيقة. مقام نبي، وكل سما فيها أسماء حسنى هي مفاتيح السما دي. وكل ما بيرتقي وإشارات معينة، الإشارات معينة دي كل ما بيعملها في حياته هو بيرتقي لمقام سماوي معين حتى هو على الأرض يعني. هل خاصة بناس معينة ولا ده بالعامة؟ للناس كلها، الناس كلها بتخضع لل14 مقام دول. انت لازم تكون في مقام فيهم، يا مقام أرضي يا مقام سماوي. كل ما انت بترتقي وبتعمل حاجة أو بناء على الإشارات بقى اللي بتعملها على حسب يعني، بترتقي يا إما بتنزل تحت. الإنسان مش، الكون مفهوش حاجة ثابتة نهائي، انت يا فوق يا في ال7 اللي فوق، ال7 سماوات اللي فوق، يا إما في ال7 اللي تحت، يا في ال7. ده مقامك في السماوات، ال7 سماوات يا إما ال7 أراضين. بس هما ال14 مقام دول الإنسان بيبقى فيهم. ولذلك القمر بيمر بمنازل. اه طبعا. منزله المكتمل في مقام ايه؟ ال14. عشان كده بنقول القمر 14 هو 14 المكتمل. ايوه، في الثلاث ايام القمرية 13 14 قمر 15 14 هو 14. المكتمل. المكتمل ليه؟ لأنه جمع فيه ال14 مقام، فهو بقى عنده خبرة ال14 مقام كلهم يعني بيمر بفترة محاق، وبعد كده بيرجع يكبر، وبعد كده بيصغر تاني، ايوه دي حقيقة. وبعد كده بيختفي تاني، وبعد كده بيمر بنفس المرحلة. فهو ليه قمر 14 عشان هو بيمر بال14 مقام اللي هو مقامات النفس ال14.